رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، ومعانا كابتن مصر والنادي الأهلي صاحب 27 بطولة، صاحب إنجازات بتهيألي لن تتكرر مرة تانية، جاني الكرة الأهلاوية الآن وبطل في عيون جماهير النادي الأهلي، اللي عايز أقول لكم حقق يعني ملايين من متابعينه في برنامجه على قناة النادي الأهلي. كابتن شادي محمد، اهلا وسهلا بيك في مصر مباشر. طبعا اهلا وسهلا بيكم ورمضان كريم استاذ احمد، واكيد كمان الاستاذ سامي. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله كده الايام دي كلها تعود علينا بالخير واليمن والبركات، وكل سنه وانتم طيبين. منور كابتن شادي. وكابتن شادي يعني يمكن حصل على 27 بطوله مع النادي الاهلي، لكن كابتن شادي لوحده وهو كابتن للنادي الاهلي شال 19 بطوله ورفع الكاس ودرع الدوري 19 مره. انجاز يمكن كابتن شادي اكتر كابتن في تاريخ النادي الاهلي رفع بطولات. شادي محمد واحد من اهم المدافعين في تاريخ النادي الاهلي، وكان حتى لحظه اعتزاله اعتزل وهو واقف على رجليه في النادي الاهلي، وكان صلب في الدفاع زي ما هو صلب وهو مذيع في قناه الاهلي في برنامجه الشهير الكره والجماهير. برحب بيك تاني كابتن شادي. اكيد برحب بحضراتكم، بس خليني في البدايه يعني يا رب ربنا يحفظ مصر من الارهاب الاسود اللي احنا بنشوفه، ويا رب كلنا نتكاتف عشان انت تنتصر على الارهاب دوت، مش بالكلام واللي احنا دي الامانه، وان احنا نعرض تقارير واللي احنا نتكلم مهم جدا، كلنا نشتغل يبقى في تنميه حقيقيه في بلدنا، لان انت هتشوف الوضع كان صعب 3 سنين على مجتمعنا. صحيح. فمهم جدا ان كلنا نتكاتف، كلنا نبقى ايد واحده، كلنا. ما انت النهارده لما بيحصل مشكله وابتدي كل واحد بيشوف عيوب التاني وابتدي نركز في حاجات صغيره، فبالتالي مش هنعرف نبني بلدنا. فمهم جدا ان احنا عشان ننتصر على الارهاب اللي احنا بنشوفه، بيموت اخويا واخوك سواء جنودنا او شرطتنا او المؤسسات الدوله او ناس مدنيه زي اللي حصل، او ناس مدنيه زي اللي حصل النهارده. برافو عليك، يعني ما لهمش اي ذنب، ولكن ان شاء الله ان شاء الله هننتصر، وكلنا كمجتمع ايد واحده ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن شادي، عايز اقول لك ان يعني وانا جاي جماهير الاهلي محملاني امانه اولا لرئيس النادي الاهلي. مش معنى سامي انك كبير انك ما تردش، ومش معنى انك كبير انك تسكت قدام الصوت العالي، ومش معنى انك كبير ان انت يبقى ناس كتير بتغلط وانت ما يعني عندك الكابتن حسن حمدي مثلا، بيقولوا لي انه في فتره ولايته انه قام بشطب رئيس نادي الزمالك وحول له الشؤون القانونيه، فالناس مستغربه جدا. شطب عضويته في النادي الاهلي، فالناس مستغربه جدا، ويمكن ده اللي مخليك يعني برضو واخد بؤره الاحداث دلوقتي، ان انت الوحيد اللي بتتكلم وانت الوحيد اللي بترد، والناس فرحانه انك انت الوحيد اللي واقف. يعني قول لي في ايه؟ طبعا كابتن حسن حمدي ليه كل التقدير والاحترام، هو ومجموعته اللي كانوا معاهم، وتعلمنا كده. في ناس بتبقى موجوده بيجي مكانها ناس بتكمل، وهكذا وكذا. هو ده النادي الاهلي. لما نتكلم عن النادي الاهلي بنتكلم عن مبادئ، بنتكلم عن اخلاق، بنتكلم عن احترام حتى لما تختلف. بس الوضع هنا مختلف شويه. مجلس اداره النادي الاهلي، انت ما دام اتكلمت على الباشمهندس محمود طاهر، انا مش بصدد اللي انا ادافع عنه، لان النادي الاهلي قادر اللي هو يدافع عن نفسه. ولكن مهم جدا زي ما حضرتك قلت، انت بتشوف حاجه غلط فبتقول يا جماعه المسار ده اللي احنا ماشيين فيه هيودينا الكارثه، هيودينا الكوارث، بيعمل احتقان في الشارع. هو ده اللي احنا بنقوله، بنحذر اكتر من 100 مره. انت مصمم على اهانه النادي الاهلي، مصمم على اهانه جماهيره، مصمم على اهانه رموزه. فالوضع ده مش هتستقيم الدنيا كده، مستحيل تستقيم كده يا جماعه. هو ده جماهير النادي الاهلي اللي انا بخاطبهم من خلال حضراتكم. جماهير النادي الاهلي لازم تفهموا اللي ادارات النادي الاهلي على مدار التاريخ، مش الناس اللي موجوده دلوقتي، الباشمهندس محمود طاهر والمجموعه اللي معاه، مش اللي انا اطلع اتكلم كل شويه. الفكره مش كده. الفكره ما انا هطلع ارد، فبالتالي في حد بيطلع كل شويه، فهتبقى كارثه اكتر ما هي. لكن انا من وجهه نظري الشخصيه ممكن ملم بحاجات كتير ومتابع حاجات كتير جدا، انا شايفه موقف محترم. لكن في بعض الامور محتاجه قوه، وده ما بيحصلش. لا مش ما بيحصلش. ليه؟ هقول لان انت يعني على سبيل المثال الموقف اللي انا كنت فيه الايام اللي فاتت، انت النهارده قناه النادي الاهلي دي ملك مثلا الاهلي وجماهيره، ودي حقيقه محدش يقدر يقول غير كده. ما ينفعش اللي انت تدخل بيتي
وعايز تبرطع تفتح التلاجة وتروح داخل عايز تريح شويتين في اوضه الولاد، وبعد كده تروح جاي داخل براحتك تتحرك، عايز تتفرج على التلفزيون وانت داخل بيتي. المفروض قبل ما تدخل باب بيتي تستأذن. اتعلمنا كده. كابتن شادي، فبالتالي كان موقف قوي، وانا بقول اهو من مجلس اداره النادي الاهلي، موقف محترم اللي هو اخذ قرار. انت ما ينفعش انت تدخل اول، بس يعني ابتدى يبقى فيه بس بعض النقاش، بعض الكلام اللي فيه امور مش ما ينفعش اللي هي تحصل، لان انت دي حاجه تمس النادي الاهلي. فالناس لازم تعرف المجلس اداره النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي جامد جدا وقوي جدا، ولما يتحرك بمنتهى القوه الناس كلها هتسكت. صدقني وثق في اللي انا بقوله لك، وشفنا ناس كتير بتعمل كده. بس لازم الوقت اللي انا اختار، اللي انا كل واحد يلزم حدوده في الوقت اللي يقوله مجلس الاداره، مش شادي اللي يقوله. تمام. لكن اللي انا هرجع تاني اكرر النقطه دي لان هي مهمه جدا لكل جماهير النادي الاهلي. السكوت مش ضعف، ولكن السكوت في مبادئ النادي الاهلي موجوده، في احترام لكل منافسينك، لكن التجاوزات بقت زياده عن الحد. فمجلس الاداره بيرد ازاي؟ بيرد انت النهارده لما بتتنافس معايا على سبيل المثال في صفقه، المطلوب اللي انا انهيها بهدوئي زي ما حصل في موضوع ايفون، انهيها بشخصيه النادي الاهلي، لكن مش انهيها بصراع اللي انا ادخل كل شويه في التلفزيون واتكلم كرئيس النادي الاهلي. لان لو النادي الاهلي رموزه هتظهر كل شويه على شاشه التلفزيون ما بقاش النادي الاهلي. ده وجهه نظري الشخصيه. تمام. يمكن كابتن شادي يتكلم يا احمد في او ادى بريف للي احنا هنعمله طوال الحلقه. هنتكلم بعد شويه عن ايفونا، هنتكلم عن ازمتك مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، امتى حصلت الازمه وايه اللي انا ما ليش ازمات مع حد. تمام. هو اسمه طرح في مساله وقف برنامجك، والكلام ده ما بين تاكيد ونفي اللي هنعرف منك، لكن خلينا بس هنعرض كليب عملوه زمايلنا في الاعداد هنا لحضرتك، هنشوفه ونرجع نكمل الحوار. نجم وانت لاعب، ونجم وانت مذيع. خلينا بقى نتكلم شويه. انت برنامجك وقف؟ لا مفيش الكلام ده خالص. ما انا شرحت لكم من شويه باختصار. ما ينفعش حد يدخل بيتك ويتحكم في حاجه جوه بيتك. فعشان كده كانت واقفه من كل الناس، واقفه من جماهير النادي الاهلي المحترمه، من نقاد رياضيين بيغطوا النادي الاهلي سنين طويله، كمان مجلس اداره النادي الاهلي وقفه قويه جدا. حصل بعض الكلام عشان ابقى امين مع حضرتك، وده الغريب بالنسبه لي، اللي انت يتقال لك اللي شادي بيهاجم يا جماعه منشر الفتنه والوقيعه. بص هقول لحضرتك على حاجه. انا قناه النادي الاهلي قناه فئويه، قناه نادي بمنتهى البساطه. هل قناه مانشستر يونايتد بيعمل قناه هيدافع عن ايفرتون؟ لا طبعا. ريال مدريد هيعمل قناه هيدافع عن برشلونه؟ انا بدافع عن ناديه في الحق، مش يبقى في باطل وادافع عنه. فهو دي الفكره. سيبوا الواحد يشوف شغله. لما الواحد شاف شغله بمنتهى الجديه وماليش دعوه باي حد، عايزين يجروك للاعلام اللي انا بكرهه وانا بلعب صراع. ده بيشتم فلان، ده مش الحق مش عارف ايه، وفي الاخر تلاقيهم بيتصالحوا وقاعدين مع بعض. طب ازاي انتوا بتشتموا بعض وقاعدين مع بعض في نفس اليوم؟ فمن اول يوم واخد قرار. انت النهارده بتقول معلومه مغلوطه. اديك حاجه على سبيل المثال. اعلامي طلع الاسبوع اللي فات قال لك شادي مش هيظهر النهارده على شاشه الاهلي. طب شادي طلع على شاشه الاهلي وقال لك شادي محمد معكم بس مباشر على قناه النادي الاهلي. ما اعتذرتش ليه؟ مش في اصول في الاعلام؟ مش موقع رسمي لنادي كبير شادي محمد برنامجه توقف مش هيظهر. طب شادي ظهر، ما اعتذرتش ليه؟ كابتن شادي خليني اقول لحضرتك على الاهم. مش في اعلامي طلع كل يوم يكرر ايفونا الصفقه باظت، وهيثم عرابي مش عارف حصل ايه، والناس مش عايزه تشوف. النهارده ايفونا بقول لحضرتك جاي الفجر، وانا طلعت من اسبوع فات ما بقولش حاجه للجماهير غير 100%. انا عارف انا بقول ايه. ايفونا اهلاوي، طلعت قلت كده من اسبوع. ايفونا اهلاوي. طب حضرتك المعلومات الغلط اللي انت بتقولها دي مين بيحاسبك عليها؟ فهي الامور مش هتستوي كده زي ما قلت لحضرتك، او مش هتمشي بالوضع ده. ايه اللي خلى اسم رئيس نادي الزمالك يتحط جنب اسمك في مساله وقف البرنامج؟ وليه اتنشرت اخبار اتقال فيها رئيس نادي الزمالك لهذه الاسباب تم ايقاف برنامج شادي محمد، وشادي مش طالع تاني على قناه النادي الاهلي؟ خلينا نخش في الموضوع. خلينا ناخد بس اول خبر. شادي محمد بكره على قناه النادي الاهلي، عوده برنامج شادي محمد بكره. طيب ده مظبوط؟ ايه ده؟ برنامجك راجع بكره؟ ده انا هعمل الاستوديو التحليلي كمان.
طيب يعني حضرتك هتشوفني بدل ساعتين 4 ساعات ان شاء الله. يعني خلينا ناخد اول خبر لينا، اول خبر لمصر مباشر. بكره شادي محمد يقدم الاستوديو التحليلي مباراه استاد مالي والنادي الاهلي. طب تمام. طيب. ناخد بقى النقطه الثانيه. جماهير الزمالك مثلا او بعض الناس تقول لك طب ما دام شادي محمد يعني قوي كده وبيقف وبيتكلم وبيدافع، طيب لما يعني رئيس النادي يعني هنقول اتريق عليك شويه ومش قادر اقولها سب زوجتك، يعني انت طلعت بكيت، طب ليه ما عملتش محضر؟ مين ده اللي بكى؟ هما قالوا كده. انا مستحيل ابكي. اللي بيبكي معروف، دمعته قريبه. انا الحمد لله رب العالمين ربنا مديني من القوه والثقه في النفس اللي مستحيل. انا بكيت مره واحده على الشاشه في حياتي. انا مشيت من اهلي، ناس حاولت تعمل لي اغاني، عارف انت اللي انت لما تمشي يعمل لك اغنيه وداع واغنيه وداع عشان انت تنهار. انا بكيت عشان ابقى امين مرتين. مره وانا ماشي من الاهلي ما قدرتش استوعب ان انا هلبس تيشيرت بعد كميه البطولات والانجازات انا وزمايلي اللي حققناها في النادي الاهلي. صعبه قوي، شعور صعب اللي انت متربي في مكان حققت فيه كميه الانجازات والجماهيريه والشعبيه النادي الاهلي في كل مكان وتمشي، دي صعبه جدا. فكان وقتها الكابتن مدحت شلبي كان شغال على احد القنوات وانا سافرت عشان ابعد عن اي حد يسالني عن اي حاجه. فقلت الكلمه دي بالظبط، نادي الاهلي نعمه كبيره، بس اكتر حاجه وجعاني ان انا مش هشوف جماهير النادي الاهلي تاني او هبقى في نادي تاني وهلعب ضدهم، مش قادر استوعب دي. فبكيت ما قدرتش رغم ان انا هو ضغط عليا نعمل المداخله، انا يعني كذا مره ما وافقتش، فاحتراما ليه يعني دخلت وده حصل. المره الثانيه وانا بقدم البرنامج عندنا فقره اسمها 100 سنه اهلي، فدايما بحب اتابع كل حاجه بنفسي. فلما دخلت على صفحه البرنامج، يا كابتن اوعى تنسى محمد عبد الوهاب، اوعى تنسى محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب الله يرحمه يا رب ويغفر له، شخصيه محترمه مهذبه، ليه مواقف معاه. وكمان اللي انا بحيي من خلال برنامجكم الكابتن سيد عبد الحفيظ، برنامجه المحترم اللي بيقدمه. وسيد عبد الحفيظ من الشخصيات المحترمه جدا للامانه. كنا موجودين بنسجل اغنيه لاعتزال الكابتن سيد عبد الحفيظ، وروحنا اخر ناس انا ومحمد وسيد وحصل الموقف في الملعب. كان في لعيبه في المنتخب، واعتقد مستر مانو زي ما كانش موجود، كمان كان ماسك التمرين مستر مانو، فعدد اللعيبه ما كانش كتير، كان في اجازه في البرتغال. فسبحان الله كان بينصح عمرو سماكه واحنا في الجيم، وانا كنت ثالث يعني شاهد ما بينهم. بعد كده نزلنا التمرين، بعد ربع ساعه محمد توفاه الله يعني. فانا ركبت العربيه مع والدته ربع ساعه ما قدرتش، حصل لي حاجه من الانهيار ما اعرفش اللي حصل. فلما جاء اتعرض فقره 100 سنه اهلي بيعرضوا بقى تاريخ محمد، الفقره دي بتبقى عباره عن 6 دقائق. انا ما اعرفش، حسيت اللي هو واقف قدامي، لان انا التقرير على الشاشه زي ما حضراتكم عارفين، بتفرج على التقرير وهو بيتعرض لحضراتكم. الامور بقت صعبه، ما قدرتش امسك دمعتي. فلما رجعت حاولت اتمالك نفسي برضو ما قدرتش. يعني هو ده اللي انا ممكن دمعتي تنزل فيها حاجه انسانيه، لكن كشغل مستحيل. ربنا مديني الثقه في النفس والقوه لحد عشان حضرتك بس اوضح النقطه دي. بس في تقرير بيقول شادي يبكي وهو يرد على رئيس نادي الزمالك. لا لا لا، هو في حاجه عندنا جاهزه. بص هقول لك على ممكن حاجه، الخص لك الموضوع ولازم الناس تفهم، والناس عارفه الحمد لله انا بقدم ايه. نادي الزمالك وكيانه العريق وجماهيره والله ليهم كل الاحترام والتقدير مني. وعلى فكره انا قلت 6 مرات في برنامجي يا جماعه الزمالك اقرب للدوري عشان ما حدش يضحك عليكم، انا صادق معاكم من بدري جدا قلت كده. وطلعت في حلقه قبل رمضان على طول وقلت يا جماعه نادي الزمالك اقرب، لكن النادي الاهلي لما لقيت الامور بتقرب شويه، لكن الاهلي ما بيرميش الفوت او المنديل، لكن يعني عشان الاهلي هي ده تيشيرت النادي الاهلي تلعب لغايه اخر ثانيه. اجياله كلها علمتنا كده، مش جيل اللي احنا كنا فيه بس. فبالتالي كل الاحترام والتقدير مني، لكن من حقي لما اشوف حد يهين رمز من رموز سواء لاعب او في الاداره او جماهير الاهلي، لا هقف بكل قوه. امال القناه معموله ليه؟ طب نشوف التقرير يا كابتن شادي ونرجع لحضرتك برضه. احمد اتفضل. الرياضه اخلاق، الرياضه احترام. اتعلمنا كده في مشوارنا مع النادي الاهلي خلال 12 سنه، ان انت تحترم رموزك، تحترم الكبار، تحترم الصغير، تحقق انجازات في صمت، بعيد ان انت تتطرق لخلافات شخصيه واساليب دنيئه واساليب رخيصه. ده مش مبدأنا ولا دي سلوكنا ولا ده عمره هيبقى اخلاقنا اللي احنا نتعامل مع رموز بالشكل ده.
اللي حضراتكم شفتوه الاسبوع اللي فات ده نوع من انواع الفتنه، نوع من انواع عدم الاحترام، نوع من انواع السلوك السيء. عمرنا ما هنتجر بالاساليب دي، صدقوني. اتعلمنا خلال مشوارنا اللي انت تحترم كل الناس، اتعلمنا اللي انت تحترم كل منافسينك، اللي انت تشتغل في صمت تحقق تنجز. دي البدايه اللي انا عايز اقولها. كمان الكلام اللي انا عايز اقوله كلام كتير. بصراحه ناس اتكلمت معانا لا تردوا على الكلام دوت، لا ما تردوش، واحنا ايدينا مش مرتعشه ولا الحمد لله بنخاف. اللي بيخاف اللي هو دايما في موقف الضعيف، اللي هو يبقى مسنود على حاجات مش محترمه واساليب غريبه وكلام غريب. صدقوني انا هقول لكم كلمه من قلبي، الحمد لله ما بنخافش. ده اللي انت قلته على ملخص. فكره ده كان في بدايه البرنامج بتاعي، يعني ده من شهور فاتت قديمه. طب ليه ما رفعتش على قضيه؟ حاجه، ليه ما رفعتش قضيه؟ عارف ليه؟ لا مش هرفع قضيه. ليه بقى؟ خوف يعني؟ لا انا دايما شادي انا عايز ادخل معانا الجمهور، ربما بعض الجمهور اللي بيشوفنا مش متابع القصه حصلت ازاي. انا يمكن سالتك من شويه اسم رئيس نادي الزمالك اتحط جنب اسمك في مساله وقف البرنامج، فاحنا خلينا نبدا خطوه خطوه. ايه اللي حصل في القصه دي؟ تمام. اللي حصل في القصه دي طبعا احنا برنامج كرة والجماهير مش بيطلع في رمضان. هو دي الفكره اللي انا بقول للساده المشاهدين، الكلام ده كله لا اساس له من الصحه. كرة والجماهير ما بيطلعش في رمضان، بيطلع برنامج اسمه الاهلي في رمضان. تمام. ففي اداره محترمه في القناه بتتحرك في الاتجاه اللي انا بقوله لحضرتك ده. هشام حنفي الناس بلغته اللي هو بيعمل اي ماتشات للاستوديو التحليل، والبرنامج الاهلي في رمضان بالتناوب. يعني صدفه انا كنت جاي من عمره الاسبوع اللي فات، فقابل خطيب عمل الحلقات بتاعتي اللي انا المفروض اعملها. فجاء حصل ضغط على القناه، انا ما كنتش موجود. سافرت وجيت فلقيت هجوم عليا شرس بدون اي سبب، وانا ما عملتش حلقات اصلا. انت اتفاجئت؟ اتفاجئت. بعد كده الناس بتكلمني بتبعت لي فيديوهات جماهير النادي الاهلي، وعايز اقول لك من الطريف والجميل في برنامجي اللي الاعداد معانا بالملايين، بقى جماهير الاهلي كمان العظيمه الوفيه بتبعت الفيديو، كل حد بيتطاول على الاهلي ورموزه تلاقي الفيديوهات موجوده عندي، فبقعد اتابع، فالفيديوهات مش هتكذب. فلقيت هجوم شرس يوم كل يوم كل يوم كل يوم. احنا ربنا يا جماعه اقول لحضرتك على حاجه، هيثم عرابي ذنبه ايه يتشتم تخين ورفيع وتختخ والكلام ده كله؟ احنا بنحبه بشكله كده، ربنا سبحانه وتعالى خلقه كده، احنا حابينه كده. اهم حاجه الكاركتر بتاعه، شخصيته، بينجز ولا لا، مثقف ولا لا، بيطور من نفسه ولا لا، بيحاول يجتهد عشان ينجح ولا لا. مش فارقه بقى بطنه، كرشه، وشه، شفايفه وعينه، مش مطلوبه وغير اخلاقيه، تفاصيل كمان صغيره، تفاصيل صعبه جدا، فاهم؟ لكن اهم حاجه زي ما قلت لحضرتك ايه، اللي انت بتقول معلومه والحمد لله بتطلع صح، فالجماهير بتبتدي تجيلك. اللي مختلف معاك انت المفروض وانت بتشتغل في الاعلام، في ناس ما بتبقاش حباك وناس بتحبك بتصدقك، تحاول طول الوقت تشتغل تجيب اللي هو معترض عليك وتخليه يصدقك، ده النجاح. لكن لا نطلع انت النهارده يا جماعه، اللي انت تغلط في اي حد ده اسهل حاجه في الدنيا، اقسم بالله مش عايز احلف على الهوا، اسهل حاجه في الدنيا اللي انت لسانك ده يبقى صعب تغلط في. لكن عايزين نرتقي باخلاقنا، باحترامنا لبعض، بمبادئنا. عشان كده انت شفت الكلام ده ما قلتوش من يوم، ولا الكلام اللي انت شفته في التاريخ قلت يلا بينا الاخلاق، عنوان الحلقه الاخلاق، نحترم الرموز، نحترم بعض، وكفايه تعصب، وكفايه كل واحد يحب ناديه وقاتل على ناديك، وما تتكلمش على المنافس بتاعك. لكن انت النهارده شادي مش عارف، انا مش هتكسف على فكره، اللي بيشتغل في الاعلام لازم يبقى فاهم اللي في ناس هتحبه واللي في ناس هتعترض عليه. مظبوط. فتقول شفاتيره، تقول شعره واقع، تقول اقرع، تقول مش عارف ايه، واقسم لك بالله ولا شعره تتهز. هنكمل في نفس الطريق، احنا بنحب نادينا، عارفين خير نادينا ده عمل معانا ايه. يعني طب اقول لحضرتك على حاجه، طب لما جاب سيره بيتك بقى، يعني انت خلاص ده يعني انت بص كان افهمك ردك على إيه؟ لا ما تدخلنيش في تفاصيل، انا قلت لك كلمه واحده. انت النهارده في تجاوزات، طبعا في تجاوزات، لكن ازاي انت تبقى متمالك نفسك ويبقى عندك ثقه وترد باحترامك واخلاقك ومبادئك. عشان كده الناس بتقول ايه، بصوا يا جماعه الراجل بيرد بمنتهى الادب، ما بيغلطش. وبعدين انا قلت كلمه يعني مش عايز اكررها كتير، انت بتشتغل في الاعلام،
بس كل احنا واحد بنتكلم كابتن شادي خد في اعراض، يعني كل الناس بص اللي شافت الفيديو بص انت وشافت ما هو رد لا بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. النهار. بص احنا ما كانش مش بنقول طبيعي ترد، بصراحة. مش بنقول ترد، لا الله احتراما ينور لمبادئك، عليكم، انتوا فتحتوا حاجه بقى. الاجراءات القانونيه. أيوة. لا ولا هخش، انا مش بتاع محاجم ولا سجون ولا انا مش بتاع الكلام ده، وعمري ما هفكر انت في ليك الكلام. حق. ما انا فاهم، بس انا هقول لكم عارفين العيب في ايه؟ العيب مش في شادي، العيب مش في شادي، واللي انا هقوله ده لكل جماهير مصر. لازم يبقى في عندنا، انا عارف ان الجماهير بعد ثورتين ما ينفعش حد يضحك على حد خلاص، بس اللي انا هقوله ده الاهم في الموضوع. وخلي واحد في مصر يختلف معايا، خلي واحد في مصر في اللي انا هقوله دلوقتي لحضراتكم يختلف معايا. العيب مش في شادي ولا اللي في ولا اللي شادي بيقدمه، ومش العيب في اللي دخل يشتم، العيب في المذيع اللي قاعد بيسمع الإهانة للنجوم والرموز. بس انت مذلول ليه؟ ما بتقولش عيب ليه؟ ما بتردش ليه؟ ما بتتوقفش اللي داخل يشتم ليه؟ هو ده اللي انا عايز اقوله لكم. انت في ايه؟ فين الشخصيه بتاعت كانت ليك وكانت انا بسال سؤال، هل تختلفوا معايا في لو انتوا مختلفين؟ انا داخل عليكم بغلط مثلا الكابتن سيد عبد الحفيظ في البرنامج هنا، فانا دخلت عليك على التليفون فقلت لك ايه؟ انتوا سيد عبد الحفيظ، الكابتن سيد عبد الحفيظ بيقدم ايه؟ مش عارف ايه، يعني ده حاجه اسمها رد حضرتك رد تقول لي الشخص اللي مش لو موجود. سمحت ما تجيبش سيره حد عندي في البرنامج هنا. صحيح. هل حد بيعمل كده؟ فعشان كده بقول في برنامج عنده شخصيه، ممنوع حد يدخل يهين حد. لكن انت الغريب الناس تدخل تهينك وده قاعد كل واحد بيضحك وفرحان. بص بقى اللي بيحصل ايه، هتشرب من نفس الكاس، لو مش النهارده هيبقى بكره، ولو مش بكره هيبقى بعده، ولو مش بعده هيبقى بعد شهر، لان انت ما احترمتش الكرسي اللي انت قاعد عليه، سبت زميلك اللي في الاعلام يحصل فيه كده. طب انتوا في وسط واحد ليه ما لومتش لا ما بلومش مقدم البرنامج ده؟ لا عمري انت مش عايز تقول اسمه؟ لا مع ان كل الناس اللي شافت التقرير وشافت المداخله عارفه تتكلم على مين. انا هكلمك بمنتهى الصراحه، انا عمري ما بلوم حد ولا اكلم حد. ليه؟ لان الجدل اللي بيحصل ده واللي انت بتقول كلمه حق وربنا يعلم انا وفريق العمل وقناه النادي الاهلي بنشتغل ازاي، وتركيزنا نبعد عن التعصب. ده انا في حلقات لو حضراتكم ترصدوا، ولو كنت اعرف يعني كنت جهزت لحضراتكم، يلا بينا نعمل توعيه للجماهير، يلا بينا ما يبقاش في تعصب، يلا بينا حاجات كتير. فازاي الوم حد؟ ده اسلوبه وشغل، فالومه ليه؟ لكن بقول لنفسي انا والناس اللي موجوده معايا، كل المخرجين اللي معايا، منترين، معدين، كل الناس اللي معايا بقول لهم كلمه واحده، ربنا شاهد على اللي احنا بنقدمه، فنتعب ونجتهد من غير ما نتصل بحد. واللي بيتصل بيك اوعى تخليه يتدخل في شغلك، اوعى. فكلمه اخيره بقى في الجزئيه دي، ودي اهم بقى في الموضوع، انا شرحت لكم الموضوع ببساطه. حد بيدخل بيشتم فيه مذيع يعني موجود سمح بالوضع يبقى كده، بتحمل ده للمذيع مش للشخص اللي شتمك. ده رقم واحد. بس هو ما قالش شادي محمد لاعب فاشل، ما قالش شادي محمد مذيع فاشل، دخل في منطقه محرمه يا كابتن شادي. هو ده اللي انا عايز اقوله. فليه بقول لك هل مش سهل ان انا ارد بالمثل؟ يبقى في مداخله واسمح لزمايلي كلهم يحصل فيهم حاجات ومش على لساني، عمري ما اعمل كده، لان الاهلي علمني كده. بس انت ما حملتوش كده قبل اسرتي اللي ربتني، النادي الاهلي علمني كده. النادي الاهلي مبادئه علمتني كده، علمتني ان انا احترم المنافسين واحترم اي حد حتى لو بختلف معاه. لكن عارف المشكله في ايه؟ اول ما حضرتك تختلف معايا تشخصن الموضوع، تاخدنا في سكه تانية خالص بعيد عن اللي هنا في حاجه انت بتقدمها تروح مشخصن المواضيع دي. الفكره هو ده اللي انا بتكلم فيه وبقول فيه. فعشان كده عندي الحمد لله يا رب العالمين من الثقه في النفس ومن الشغل اللي الواحد بيفكر فيه طول الوقت اللي هو يقدمه، ومش شادي لوحده ومجموعه العمل اللي معاه، ولا تلتفت للكلام ده. كمل في طريقك، هو ربنا اللي بيحميك. تمام. مفيش اختلاف ان النادي الاهلي نادي مبادئ وانتوا اتربيتوا في النادي الاهلي على المبادئ دي، لكن في حاجه اسمها دوله القانون. تمام. اللي احنا بنقوله ده مش تحريض على انك تقاضي حد او تخش في صراع قانوني مع حد، لكن هو علامه استفهام. انا بنقل لك انا واحمد اللي بيقولوا الشارع يا احمد والمشاهد بتاعنا والجمهور بتاعك يا شادي، انت ليك حق ودخل فيك في منطقه قلنا محرمه من شويه، والناس مش شايفه على راسك بطه. مع احترامي المبادئ هنا بتاعت النادي الاهلي هتفيدك في ايه؟ هقول لحضرتك على حاجه. طبعا تفيد، طبعا تفيد. انت عارف بقول كلمه دايما كده، احنا قاعدين بندردش،
اللي ما دخلش جيش النادي الاهلي وانت موجود يعلمك زي الجيش، يعلمك الانضباط، يعلمك ان انت تحترم الناس، بس ازاي تنتصر بادب واخلاق. وجود شادي محمد على شاشه الاهلي بعد اللغط اللي انتوا سمعتوه، يعني اقول لحضرتك على الصبح سمعنا حد بيتكلم مش هتشوفوا شادي على الشاشه، لغيت له البرنامج تمام، وموقع الرسمي بتاع النادي بيقول لك الكلام ده، بتلاقي شخص بالليل انا ما اتدخلتش في حاجه وشادي يقول لك انا على الشاشه. ده بعد البرنامج ما طلع. يبقى مين اللي انتصر؟ انت طبعا. من غير ما نتكلم في حاجات، انتصر عشان في مجلس محترم ما يسمحش لحد يدخل بيتك ينزع منك حاجه. هي دي نقطه خلي بالكم، وانا حاولت في الاول مش عايز المس على الموضوع ده يعني كتير، بس ده الاهم. هنبعد عنها. دي رقم واحد. انت بتقول لي دوله القانون، مش عايز ادخل في مواضيع كتير، بس هقول نفس اللي قلته في برنامجي والحلقات مسجله. بس بلاك صغير هتاخد حقك تالت ومتالت. لا بعد الواقعه دي. انا دايما الرياضيين شايف اللي ما ينفعش يبقى فيه قواضي، ده وجهه نظر، ومصمم على الرموز لازم تحترم بعض. قلت لك الاهلي مؤسسه زي المؤسسه العسكريه القويه اللي احنا بنحترمها. ايوه ده في حاله ان في شتائم، علمنا والله اللي انت بتقوله، في طعن في موهبتك مثلا خلاص، او في الكوره اللي انت بتقدمها، او هنشوف التاريخ ده. لا اسمح لي بس، لا قبل ما نروح للتاريخ هقول لك كلمه مهمه قوي عشان الخص لك، انتوا اتكلمتوا في مهم. بس هقول لك دي معلش مهمه جدا للساده المشاهدين. ربنا سبحانه وتعالى، انا يعني في الدين يعني مش هقول لك اللي انا جامد قوي، بس الواحد احيانا بيحاول يطور من نفسه. ربنا سبحانه وتعالى لما جاء يوسف الرسول عليه الصلاه والسلام قال له انك لعلى خلق عظيم. ليه؟ ما كان ممكن يقول اي صفه تانية، لان الاخلاق هي اللي منبثقه منها كل حاجه، فلو ما عندكش اخلاق مش هيبقى عندك حاجه. فعشان كده السيد رئيس الجمهوريه لما جاء يتكلم في اكتر من حوار قال ايه؟ يا جماعه كل لازم يشتغل في مكانه، الكل لازم يشتغل في مكانه باخلاق المصريين. هو ده اللي انا بتكلم فيه. هنرجع زي الافلام العربي، بينتصر الشر طول الوقت، وتيجي في نهايه الفيلم تلاقي مين اللي بينتصر. كابتن انا صريح معاك، انا كابتن. طب خلينا نبص على التقرير. تمام. لما حضرتك بتبقى قاعد في البيت وتسمع الكلام ده، حضرتك هتقول ايه؟ هقول ده عيب. لا، ما هو ده يعني هتقول ده عيب، ولكن شادي ايه ذنبه؟ عادي. انا بشتغل في مجال اعلامي، معرض لاي نقد، لازم ابقى عارف كده من قبل ما ادخل، يا اما لو انا هزعل يبقى ما ادخلش المجال الاعلامي خالص. لا يا كابتن، ما ثواني بس لو سمحت. هرجع اقول لك كلمه واحده وانا مصمم عليها، مهما محدش يقدر يوديني لطريق مش بتاعي. انا اتعلمت في الاهلي تحترم الكبير حتى لو هو بيهينك، تحترم الرموز حتى لو هو بيقول كلام صعب. انت لما انا هقول هخش في نفس الطريق ده، هتقول انت ايه؟ عيب، ازاي يقول كده لرمز؟ يبقى لكن لما انا هرد بادب وشياكه هتقول ده فعلا ولاد النادي الاهلي المحترمين. انت هتقول كده. طب انت ما خفتش؟ ثابت في مكانك مش إيه؟ خايف؟ يعني انت ثابت في مكانك مش خايف من اللي بيحصل ده؟ يعني ناس كتير دخلت المفرمه دي واتفرمت، يعني اشمعنى يعني انت واقف؟ طول ما في ربنا سبحانه وتعالى اللي اقوى من اي حد. ما هو رب. انا قلت كلمه وهفضل اقولها لكم يا جماعه، والله العظيم لازم كله يشتغل على ده. قامت ثورتين عشان تخافوا، قامت ثورتين وقعدنا 4 سنين ضاعوا من عمر كل الواحد، ظهر حاجه واحده بس. يعني هي واقفه كده على، عارف ايه، على سطح المواضيع كلها. ظهر اللي فيه انفلات اخلاقي في المجتمع ككله، صح؟ بتلاقي اللي ماشي تلاقي على كوبري اكتوبر بيجي عكسي، ما دي اخلاق. بتلاقي حاجات غريبه بتحصل غريبه علينا. انت عارف ان انت ممنوع تطلع في قنوات ولا مش عارف؟ يعني حد يستضيفك يعني؟ لا عادي، مش انتوا حضراتكم لما لا في رولز وقواعد، حتى مؤسسه النادي الاهلي الاداريه داخل النادي الاهلي، حضرتك لما تيجي عايز اقول لك من الصبح في محاولات مستميته انك ما تطلعش يعني. انا فاهم الكلام ده كله، لكن هم عارفين بيثقوا في شادي وفي اخلاق شادي. بس انا هرجع اكرر النقطه المهمه عشان الناس تبقى فاهمه والكلام واضح بالنسبه لها. انت قلت لي ثابت، لا ده انا عارف ثابت وثابت البطل وقوي، وبتسلح بربنا سبحانه وتعالى، بتسلح بجماهير النادي الاهلي الوفيه العظيمه اللي خلي بالكم
كتر الكلام اللي انتوا بتشوفوه بيحصل احتقان بداخلهم، وهو ده اللي انا خايف منه يا جماعه. يعني انت كفاية. كابتن شادي انت غلبت المصلحه العامه هنا علشان خاطر الموضوع ما يسخنش ويحصل فيه تلاسن، ولكن بص ولكن خلينا نكمل بعد اذن اتفضل. حضرتك. اتفضل. تمام. هل انت بكل صراحه خايف انك تخش في صراع مع رئيس نادي الزمالك قضائي، وهو معروف ومشهود له انه في اي صراع قضائي هو بيكسب؟ تمام. فهل ده اللي بيخليك متردد انك تخش في هذا الملعب، ملعب القضاء والمحاكمه، وانك تقدم بلاغ وانت معاك الدليل؟ اللي يمكن احنا هنا تحفظنا وما اذعناش كل ما قيل في مداخلته مع انت سؤالك كريم ذكي. حسن شحاته. سؤالك ذكي، ما انا عارف انت بقيه المكالمه فيها ايه، وعارف كل صغيره وكبيره، وحافظ كل حلقه، وحافظ كل المداخلات باليوم وبالتاريخ وبالثانيه. يا فندم، اللي انا قلته لك كلمه واحده، انا النادي الاهلي ما يعرفش اقسام، النادي الاهلي ما يعرفش محاضر، النادي الاهلي اتعلمت كده، انا بمثل هنا، انا حتى لو هي حاجه شخصيه انا مش بتاع الكلام ده عند الساده المشاهدين في اللي قاعد في البيوت. الموقف كان لما اتقال بس البرنامج ممكن حد يقرب منه، انتفض جماهير النادي الاهلي كلها. لا هم واقفين وراك، هم واقفين وراك. الاهلي ما حدش يدخل بيته. لا، الاهلي قوي قوي، الاهلي قوي بادارته، الاهلي قوي بجماهيره، الاهلي قوي بمبادئه واحترامه لكل الناس. افهموا يا ناس النقطه دي مهمه جدا، انا والله ما ببالغ، والله ما بقول. خلينا سامي نخرج من النقطه دي، يعني خلينا نخرج من النقطه يعني دي. اذا العيب نطلع بعنوان يا احمد شادي محمد المسامح كريم مع رئيس نادي الزمالك. مش بالظبط يعني. امال مش بالظبط. امال انا بسامح اللي حد ممكن اختلف يوم. انا على فكره ما بزعل من حد، وقت بسيط ممكن ازعل وبرجع بسرعه ما كان ما فيش حاجه. لكن بس هنا المساس ما كانش بشخص شادي. برافو بقى عليك، ما انا جاي لك اهو. مفيش تسامح ليه عندي الا العرض. براحتك قول، احنا عارفين بيوتنا مين واهاليهم مين واحترامنا ازاي وبتاع. القصه دي مختلفه. ما بسامحش اما حد يشتم جماهيري وناديه اللي لحم كتافي من خيرهم، مش مسامح طبعا، وعلى عمري هسامح، بس بشتغل في شغلي في حالي ومكمل في طريقي. لما بشوف غلط هقوله. طب هقول لحضراتكم على حاجه، انتوا تقبلوا وانت بتقدم برنامج احنا قاعدين كده، ويجي واحد من عندك من القناه بيتهان ليل ونهار، هتسكت؟ طيب مش حال بقى الاهلي وجماهيره لما يتقال على الاهلي بلطجي؟ الاهلي بيروح ياخد اللعيبه بالعافيه، دول مش عارف بيعملوا ايه، اهانات صعبه جدا. عايزني لما اطلع ما انا برد بأدب، بقول يا جماعه لا، مفيش الكلام ده في الاهلي، بدليل من واحنا صغيرين كلنا وعينا كده يقول لك الاهلي بيشتغل شغل مؤسسي. يا جماعه يا ريت مؤسسات في الدوله تشتغل زي الاهلي، مش واعيين على الكلام ده. صح ولا انا بقول كلام من عندي؟ الفكره ما تشخصنش المواضيع، يبقى في جدال اللي انت تخش خناقه ومش لا، توضح للناس الصوره وتسيبهم هم الحكم. لكن ما تخافش وانت بتوضح، هي دي الفكره، وضح وسيب الناس الحكم. عشان كده هرجع اكرر، كل الاحترام والتقدير ومشاعر طيبه جدا مني لجماهير النادي الاهلي المحترمه المخلصه، اللي 50 ولا 100 واحد في المدرج موجودين، مفيش بطوله هتروح من النادي الاهلي. 50 صدقني في اللي انا بقوله. حط 100 في المدرج، ال100 من جماهير النادي الاهلي بمليون وحوش بيعشقوا ناديهم، بيحبوا ناديهم، بيخلصوا لناديهم، عشان كده محرومين يروحوا المدرج. اهم صفقه، اهم من كل الاسماء اللي بتسمعوها لصفقات النادي الاهلي يعملها، عنده صفقه واحده لو تمت انا على يقين ال5 بطولات بتوع السنه. واقول لك عشان احنا اللي حققنا في 2006 و2007 و2000 كل سنه ال5 بطولات. صفقه ايه؟ جماهير النادي الاهلي. لو صفقه جماهير النادي الاهلي قدر التحركات يبقى جماهير الاهلي موجوده في المدرج على الاقل 2000 او 5000 لكل فريق، حتى في مبارياتك الداخليه. انا عارف قوتهم ايه. في مقوله شهيره للمدرب القطن الكاميروني في مؤتمر صحفي، كان مانويل جوزيه قاعد وانا قاعد. الماتش ده خلص البدايه هنا في استاد القاهره 2-0 في اول ربع ساعه. فلافيو وائل جمعه. اقول لك اتقال في المؤتمر، المدير الفني قال لك بسبب جماهير النادي الاهلي عمال ما لاعبتي يستوعبوا
اللي انا في مباراه نهائيه من ضغط الجماهير كانوا خدوا 2. كان النتيجه 2-0 وما قدرتش اعوض، لان هم فاقوا فعلا الشوط الثاني. فهو ده. احنا معانا تقرير من جماهير النادي الاهلي موجهه رساله برضو لكابتن شادي محمد. فضل. هو الزملاء هنا متواصلين بيك جدا كابتن شادي، بيحبوك. اتفضل اتفضل يا احمد. بدأ بداية كويسة وعمل افتتاحات كانت أصلا بدأت في المجلس اللي قبليه، لكن الوقت ما هوش كافي لتقييم قدراتهم كلها، ولكن هم يعني بيهتموا بالجانب الاستثماري بدرجة كبيرة قوي. وأتمنى إن هم يتمنوا إن النادي يكون برضو عشان طول عمره له صبغة كروية قوية جدا، يدوا نفس الاهتمام لكرة القدم تحديدا بنفس القدر اللي بيهتموا بيه بالاستثمارات. والله هو المهندس محمود طاهر شخصية كويسة جدا ومحترم وبيطور في النادي، ودينا معاه لحد ما الدنيا تتظبط أكتر من كده. هعيد انتخابه طبعا واديله فرصته كافية، لأن الظروف بتاعت البلد اليومين دول بتعوق أي حد يحاول بيعمل حاجة جديدة يعني. والله لو في حد عنده برنامج أفضل هنتخبه، لو هو يعني البرنامج بتاعه كويس هنتخبه هو، حسب البرنامج يعني حسب كل حال. ما بيردش عليها، يمكن معلش يمكن بعتبر الاستاذ مرتضى منصور ليه شخصيه مختلفه والناس كلها في مصر يمكن عارفاها ان هو ليه اسلوب صارم شويه، فهو يمكن زي ما احنا مثلا بالعربي بنقولها بنتجنب المشاكل. والله في ناس كده بتحب هي تبقى تشتغل بغض النظر عن اللي بيتقال عنها بره او الكلام دوت، ما بتهتمش قوي يعني بايه اللي بيتقال او ايه اللي بيتعاد. فهو راجل حاطط، ممكن يكون حاطط لنفسه خطه وهدف، عامل نفسه بلان يعني وشغال عليه وربنا يوفقه. طب كابتن شادي، يعني خليني اسالك سؤال وكلمه اخيره. هل الناس في الشارع وصل لها ان رئيس نادي الزمالك مسنود من الدوله وهي اللي سامحه له بده؟ وقول لي كلمه اخيره بقى في الملف ده عشان نخش على الصفقات. والله انا دايما بحب اتعلمت كده اتكلم عن نفسي وما اجيبش يعني انت سالتني سؤال، الناس هي اللي في البيوت هي اللي تقول، الناس المشجعين اللي مهتمين بالكوره هم اللي يقولوا. انت راجل في المجال، هم بيسالوك انت هل حاسس ان هو مسنود؟ والله انا برضو مش هرد، انا هقول كلمه واحده لبلدي، الكلمه دي لبلدي، وهقفل لك بكلمه عشان نقفل الموضوع ده خالص. من شويه بس عشان انت قلت لي نروح للتقرير، انا قلت لك قامت ثورتين، انا اتمنى بلدي حاجه واحده، هو ده اللي انا بحلم بيه. ضاع من عمرنا 4 سنين قاعدين مفيش حد بيعمل حاجه، برامج رياضيه قفلت، سياحه وقفت، بص الاقصر واسوان الناس بتموت هناك، المرشدين سياحيين قاعدين في البيوت، عايزين اي مشروع قومي الناس كلها تشتغل. انا مش بقول شعارات ولا بقول اي كلام وخلاص، لكن يعني عايز اشوف بلدي لما بتسافر على الاقل لدبي، عايز اشوفها كده، عايز اشوف النظام بتاع المانيا، عايز اشوف الحتت يا جماعه. ده لو ايطاليا ولا اي دوله، اسبانيا اللي هي رقم 1 في السياحه في العالم، لو عندها مكان زي شرم الشيخ، المشكله اللي احنا بنخاطب بعض، يجي يقول لك يلا بينا نسوق لبلدك، فتروح الاقصر تاخد مجموعه من الرياضيين. طب خاطبته مين؟ والله انا بتكلم بصراحه عشان خايف على البلد. هو احنا يمكن انت تتكلم في نقطه مهمه جدا، لان الاعلام هنا بيتكلم تقعد تخاطب نفسك. صحيح بس عشان ارد بس فضل. لكن احنا الحاجه الاخيره اللي عايز اقولها في الموضوع ده، احنا دوله قانون، عندنا مؤسسات في المحترمه في البلد دي، على راسهم مؤسسه عسكريه، القضاء، الشرطه، الرئاسه. المؤسسات دي ما ينفعش حد يقرب منها، دي رقم 1. رقم 2، عايز اشوف القانون يطبق على الصغير والكبير وكل الناس، لكن طول ما انت حاسس ان انت بتغلط وانت اكبر من اي حد يوصل للناس كده، عمرك ما هتنهض. ما انت مش راضي تستخدم القانون يا كابتن شادي. لا انت مش راضي تستخدم القانون. ليه مش ما انت بتتكلم عن القانون دلوقتي وعن القضاء وعن حقك وعن انت مش راضي تستخدم القانون. لا هقدر استخدمه في ملفك انت لما تقدر. حضرتك في برنامجك تناقش وتضغط وغيرك يشتغل بكده وغيرك هننهض. انت راضي بالشتيمه اللي حصلت؟ لا طبعا، لا طبعا. امال؟ لا مش راضي، بس بشتغل في عمل عام، هيبقى في نقد وهيبقى في اشاده. خلينا نقول ان سكوتنا كلنا هو اللي بيقوي. الحاجه الوحيده اللي هختم بيها الموضوع ده هتختم بس انا عندي اقفل الملف ده قبل ما نقفله. مش اتفضل. انا عايزك بس توجه رسالتين، رساله
للمذيع اللي كان قاعد وهو مسؤول عن الهوا، والرساله الثانيه للشخص هو وهو مش رئيس مذيع نادي الزمالك، لوحده. ورئيس نادي الزمالك اللي اتصل وتجاوز في حقك وفي حق بعض نجوم النادي الاهلي، لكن تجاوز في حقك كان اكبر وكان اكثر خوضا في الاعراض. لا هو قبل كده في نفس الكلام في عصام الحضري انا برضه. اتعودت لما حد يسالني سؤال، لو انا مش هرد على كل الاسئله ما اجيش من بيتي. تمام، فانا احنا قلت لكم عايزينك في الاول توجه رسالتين. اساله اي سؤال انا هرد عليه. شكرا السؤال لك. الاول انت قلت لي اول جهه اللي انا اوجه للمذيعين. للمذيع العيب كل العيب، العيب كل العيب لما تسمح خلاص شادي على جنب. تمام، ملهاش علاقه بالمهنيه خالص. اي مذيع حد يدخل عنده ويهين الناس وما يردش ويسكت، العيب فيك انت. تقول له ايه؟ هيجي لك يوم وهيحصل فيك اكتر من كده، لان هي الحياه داين تدان. لو سمحت لغيرك بقى عشان انا انتصر واعمل نسبه مشاهده على سبيل بيوت تتشتم ونجوم تتشتم ورموز تتشتم، فده مهما قعدت وتقعد تضحك على الناس وقتك قصير جدا على الشاشه. مهما عملت ربنا هيجيب لك واحد يجي مش حابب ان انت تبقى موجود تحت اي ظرف. صدقني انا على يقين بالكلام ده، ما بقولكش كلام ولا وبكلمكم وانا فاتح قلبي يعني. لكن هتشيل منه ليه؟ هو عقليته كده. والعيب كل العيب تلاقيه يضحك، مش فاهم حاجه، مش فاهم اللي فيه احتقان بيحصل. بس هتلاقي اول واحد عامل زي الفار بيستخبى لما يحصل مشكله كبيره، بيستخبى انا ما عمل مش عارف ايه، وهتلاقيه بيهرب. تمام. دي رقم 2. انت بتكلمني ده بالنسبه للمذيعين. بس انا متحفظ على كلمه فار اللي انت قلتها مع حب ليك. لا ليه؟ يا راجل قول بيخاف ومذعور. يا راجل عايز اسالك سؤال، امال الشتيمه اللي انت بتحارب ما ترد انت. هو ما ردش، ما ترد. ارد فيه. لا هو لازم يمنحها لما يحصل معايا، لازم يمنحها. لما يحصل معايا وتشوف ده كده اكيد انه لازم يمنحها. لما يحصل المذيع هو معايا. المسؤول. بص اقول لك على حاجه، انا مره كنت مختلف مع الكابتن احمد شوبير وقلت كلام اتهاجمت بدون اي سبب. فعشان فكرتكم دي انا كبرنامج ليا ثقافه مختلفه، هجوم لكن مره واحد دخل عايز يهاجم الكابتن احمد شوبير. اول حاجه عملتها، اول حاجه قبل ما لو سمحت ما تجيب هنا ببرنامجي ممنوع ان انت تغلط في حد. قول اتكلم عن النادي الاهلي ورحت موجهه في حته ثانيه، اتكلم عن ماتش النهارده ومبسوط لاداء الفريق، ايه رايك في جون متعب؟ هو ده اللي عملت كده. ليه؟ عشان في الاول وفي الاخر مهما اختلفت انا مش شخصا، انت قيمه اعلاميه موجوده. كلمتك الاخيره رئيس نادي الزمالك. رساله مرتضى. كلمتي الاخيره انا رساله موجهه لرئيس نادي الزمالك. ايوه بحترم كل الرموز. تمام. بحترم كل الرموز، بحترم كل جماهير الانديه الشعبيه. بس اللي والله اللي بيتجاوز معايا انا برد بشغلي. مش هقبل تهديد لناديه، ومش هقبل تهديد لشخصي، لان الاهلي ده حاجه كبيره قوي. الاهلي دوله جوه دوله، الاهلي دوله جوه دوله. شوف كم مليون عاشقين للنادي الاهلي. الاهلي جت سنه من السنين، هو عصام الشوالي وهو بيذيع ما حدش بياخد باله، بيقول بعض التعبيرات المصريين مش قادرين يفهموها. صاحب البسمه، صاحب الفرحه، وبيقول بتنزل في الشارع انا بيجي لي تعليقات والله ببقى مستغرب. انا الاهلي بيكسب ببقى اسعد واحد في العالم، ببقى عايز اجيب كل حاجه لبيتي. قريت الكلام ده بمشاعر راجل طيب بسيط. فما بلاش نروح في اتجاه كفايه بقى احتقان. لو عايزين حاجه انا بقول يعني حط ايدينا في ايدين بعض، يبقى في احترام، يبقى في اخلاق، يبقى في لكن انت ما ينفعش ان انت تقول حاجه مش حقيقيه. يعني مثلا عمال تقول لي ايفونا الصفقه باظت، انت عايز نطلع اقول زيك عشان ابقى كويس؟ لا انا بقول لك ده غلط. اما تطلع تيجي تقول لي ده مجلس اداره مش عارف اخد قرار فيه، هو مش عارف ايه سبب الكلام. فانا بحكم اللي دي قناه ناديك فانت عارف التفاصيل، فبتطلع تقول اللي اتقال من فلان الفلاني غلط والصح يا جماعه 1 2 3 4. وانا بشر احيانا هغلط برضو في حاجه واحيانا لكن مش طول الوقت خط اللي انا غلط بقول معلومات غلط للمشاهدين عشان ارضي مجموعه على حساب مجموعه. خلينا ناخد عناوين من الكلام في الاول. اول حاجه شادي محمد، نجحت في التصدي للازمه وبرنامجي مستمر، وبشكر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء مجلس الاداره وجمهوره. موافق؟ طبعا بس انت ناسي حاجه. بقى جمهوره ومجلس الاداره دي ممكن اقولها ايه، تشكر مجلس الاداره واقول 3 4 مرات، وجماهيره الوفيه العظيمه المحترمه
يعني حصل موقف مش حابب اقوله على الهوا خالص لان انا مش بصدد المواضيع دي. جماهيره المحترمه الوفيه المخلصه، كمان كل النقاد الرياضيين المحترمين اللي كلموني، اللي انا ما ينفعش اقول عشان اسمائهم كتير جدا، مش هي بالنسبه لي كان عادي لان انا عارف قوه النادي الاهلي اللي محدش يقدر يخش يتدخل داخل بيته. انت اقول اي حاجه في اي مكان لكن تخش بيتي ممنوع. طب العنوان الثاني: لن أسامح في حقي وفي حق النادي الأهلي وفي خطأ أحد في جماهير النادي الأهلي، ومستمر في التصدي بكل شرف. مستمر في التصدي بكل شرف دفاعا عن إدارتي ونادية وجماهيري ولاعبتي وجهازي الفني في الحق. آخر عنوان: أعيب على زملاء الإعلاميين في الوقوف وعدم التصدي لأخطاء متكررة من رئيس نادي الزمالك دون حيادية. موقف غير مشرف بالمرة من زمايلي الإعلاميين اللي بيسيبوا زمايلهم اللي على الأقل اللي هم بيحترموهم، اللي يسيبوا الدنيا تبقى ماشية كده سلطة، اللي يتشتم وبقى قاعد ساكت. ارفع راسك لفوق، خلي عندك شخصية. آخر عنوان: احترم نفسك. لن أقاضي أحد احتراما لنادي الزمالك وجماهيره. لن أقاضي أحد احتراما لنادي الزمالك وجماهيره، وفي خطوة محترمة جدا جدا هقوم بيها اليوم اللي جاي. تمام. كابتن شادي، عشان الملف ده احمد يتقفل بشكل نهائي، انت كل ده مش عايز تقفله؟ هقفله بعد السؤال ده. هل تقبل لو حد تدخل من حبايبك من رموز النادي الاهلي، من رموز النادي الزمالك، نادي الزمالك برضو نادي مليء برموز الكره المصريه، هل لو تدخل اي حد ولا الكابتن شادي منع الاحتقان اللي انت اتكلمت عنه من شويه، احنا هنتصالح مع رئيس نادي الزمالك بشرط ان يعتذر لك ويعتذر للسيده زوجتك اللي هو اهانها على الهواء مباشره امام الملايين؟ انا بشتغل في عمل عام، ما بستناش اي اعتذار. الكبير ليه كل احترامه، الكبير ليه كل الاحترام مني، ولكن انا الحاجه في شغلي بقوم بيه. اللي هشوفه غلط هقوله، اللي هشوفه صح هقوله، بعيد عن اي موقف. انا ما بستناش اي اعتذار من اي حد. الغلط غلط والصح صح. تقبل تصالح ولا لا تقبل تصالح بوضوح؟ اتصل رئيس مجلة نادي الزمالك برئيس تحرير برنامجي قبل ما اسافر السعودية الاسبوع اللي فات، وطلب قعدة. انا كنت مسافر. تمام. بعدها بتاني يوم هجوم شرس بدون اي سبب، ما كنتش بطلع على الشاشة اصلا. تمام. ده اظن الرسالة وصلت لحضرتك. مفيش تصالح. ما انا قلت لك اهو. انا اتعرض على الكلام ده، بكرره اول مرة اقوله وناس كتير ما تعرفوش. حصل مكالمة من رئيس مجلة الزمالك لرئيس تحرير البرنامج عندي، وقال لي عايزين نقعد نتصالح، وانا كنت مسافر تمام. عشان نخلص المواضيع، فانا كنت مسافر، فقلت انا مسافر وقلت اللي انت قلته من شوية. في شادي عنده شخصية، شادي بيحترم كل الناس، لكن في كلام كتير حصل مفيش حد يقبل من تربيتنا واخلاقنا يرضى بيه، فمحتاج يعني كل واحد يبقى فيه. لكن انا في الاول وفي الاخر مش عارف، يعني بحكي لك موقف حصل ممكن انا اكون مخبيه جواي او ما رضيتش اتكلم فيه، بس الموقف ده فعلا حصل. والغريب، كل الغريب اللي انت بقى لما نروح بقى نتكلم، لان على الناحيه التانية على فكره اللي انا بتشتكي برنامج شادي عشان بيقول كذا. يا راجل ده انتوا عرضتوا ربع اللي اتقال. انت قلت لهم ايه في الهوا؟ قلت لهم اعملوا ستوب. فاهم؟ بيوتنا مع احترامي خط احمر، محدش يقبل. وعلى فكره، واوعى تفكر لما اقول كده وتطلع تهاجم تاني لا، ثقه في النفس، قوه، صلابه. من مين؟ من انت بتستمدها من جمهورك اللي واقف بيدعمك وظهرك ومجلس ادارتك. مستقبلا هتتجاهل اي شتيمه توجه لك كابتن شادي؟ ولا عمري رديت على فكره. مستقبلا لو شتمت تاني؟ لا، انا عمري ما ارد على حد شتيمه بالشتيمه. الحمد لله. بص، انا عمري ما ارد على حد شتيمه بالشتيمه. ده كل اناء ينضح بما فيه. لا، النادي الاهلي انا ما قعدتش يوم ولا اتنين
ولا 12 3 سنة ولا سنة ولا 5. أنا قاعد في النادي الأهلي 12 سنة. أعلم يعني إيه انضباط، أعلم يعني إيه تحترم الناس، أعلم يعني إيه مبادئ، أعلم يعني إيه قيم. فعشان كده أتحدى حد يقول لفظ أنا قلته، بس أنت بترد باللي ينفع اللي أنت ترد عليه. بس هي الفكرة، أنا آسف سريعا يا جماعة، ما أنت هي مش خناقات على الهوا. صحيح. أنت تقعد تجي وأنا أطلع أرد، لا مش كده. أنا برد الشغل اللي هو إيه، يا جماعه اللي انا قلت قولوا لي اللي انا بقوله ده غلط ولا صح، وردوا عليا بعد الفاصل. انا بسالكم بقى، انا اسف ان انا هتقمص دور المذيع معاكم. انا مسافر فجيت شفت فيديو كل مصر تسمعني، يمكن انا بقدم اعلام، دي قضيه بناقش قضيه. القضيه دي رئيس لجنه حكام بتصل انا بيه وبقول له مين الحكم، فاقول له ابراهيم نور الدين. فابراهيم نور الدين لا انا مش عايز الحكم ده. اليوفي في 2005 2006 اليوفي في 2005 هبط درجه ثانيه واتمنع يلعب بطوله اوروبا. صحيح. واتسحب 9 نقاط بدايه لما يجي يبتدي بسبب تدخل مدير النادي مع عضو اتحاد الكوره. اتمنع 15 سنه يدخل يبقى ليه علاقه بالرياضه، لان القانون هو اللي بيحكم. مين بيحاسب هنا؟ القانون يا كابتن شادي ولا بيحكم؟ الله يفتح. انا ما بتكلمش دي، انا لما اقول كده يبقى انا بهاجم حد ولا بقول قضيه. لو رئيس النادي الاهلي المهندس محمود طاهر اللي انا عارف مستحيل يعمل كده، خلي رئيس لجنه الحكام يقول اللي حد كلمه من الاهلي مره قال له اعمل كده، هطلع اقول في قناه الاهلي يا جماعه غلط، يا جماعه ده انت تتوقف وتبعد عن الكوره. لكن ايه ده؟ طب اسالكم سؤال، طب اتحاد الكوره فين؟ اخر ما هو ده اللي انا جاي لك، لجنه المسابقات فين؟ ومش كان في جماهير؟ مش كلكم شفتوا الماتش اللي فات؟ كان في اكتر من 200 من الجماهير. تسمع قرارات احمد مجاهد مش موجود، هنشيل عصام عبد الفتاح، احمد مجاهد هيتشال 4. لا دول مش فاضيين. انا بسال حضراتكم سؤال، انا لما اطلع اقول كده يا جماعه يعني ريحوني عشان خاطري، لما انا بطلع اقول كده انت ما بتناقش زي انا ماليش دعوه، انا بناقش اللي انا بشوفه ده، انا اتعلمت كده. ازاي رئيس لجنه الحكام يقول الحكم اللي جاي كمان؟ طب وانت ما تردش عليك في النادي يعني في برنامجك؟ ما حد يقدر، ما انت لو انا يعني بتكلم في باطل هيردوا بكل قوه، لكن هم عارفين ان هم غلطانين. يا بيه بيبقوا قاعدين في الاجتماعات بيدخل عليهم عادي نادي، اللي عايز يدخل يدخل. اتحاد مستباح. طب اسالكم سؤال، يمكن انا بتكلم مش في رياضه، بحلم والله بقول كده عشان مصلحه، لو الاهلي حصل عمل كده هقول غلط. اوقفوا اتحاد الكوره، اتعلمنا كده. ده حاجه خطيره جدا، خطيره جدا. بعدين انا ضد، انا اسف، ضد كلام التفويت والكلام ده كله. الزمالك السنه دي كان كويس فنيا، فمش عايز اتكلم في الموضوع ده، بتكلم على دور بنبارك له صحيح، وبنبارك لجماهيره طيب. النهارده الفوز. طبعا ببارك لنادي الزمالك على اداء جميل واداء مميز وعوده لمدرسه الفن والهندسه. نادي الزمالك فريق قوي، مش فريق ضعيف. انا دي الحقيقه اللي انا اقدر اقولها. بس اللي انا عايز اقوله حاجه الاخيره في قصه اتحاد الكوره، تخيل اخدت 3 كاس ورا بعض، الطبيعي اللي انت السنه اللي بعدها تعمل ايه؟ كاس عالم. لو انت مغمض، لا احنا حطمنا الارقام القياسيه، ما وصلناش 3 سنين. ده معناها ايه؟ 0 اداره، 0 رؤيه، 0 اللي انت باصص للمستقبل. ما بتعرفش تعمل اجنده دوليه. مش عارف اعمل اجنده دوليه، مش عارف العب مباراه، اخطط ل5 مباريات على مواعيد. خلينا نطلع الحاجه الاخيره بس قبل ما حضرتك تقول كفايه بقى، نشيل مصطفى نجيب ابراهيم، والمصحف ما هنتطور. قصدك نشيل الحاج احمد نجيب احمد، نجيب عوض بعوضين. عمالين نلف في دايره. عندنا كوادر بس مش عايزين لما بيدوا الفرصه يفضل حطك تحت ضغط. انت ما حققتش زي اللي قبلك ليه يا عم؟ ما تسيبه، ما لازم، ما تسيبه نفس الوقت على الاقل يشتغل، على الاقل يشتغل. مش في جمعيه عموميه اختارت يا كابتن شادي؟ مش جمعيه عموميه. خلينا ناخد فاصل عشان الجمعيه العموميه بتيجي ازاي؟ بتيجي ازاي؟ بالكفته والكباب ده. والله يعني مش هقول لي، خلينا ناخد فاصل. لو في حد داخل اتحاد كره القدم بعد النتائج السلبيه اللي احنا بنشوفها، احنا هنسال عن الكفته والكباب بس بعد الفاصل. خلينا كمان هنتابع صفقات النادي الاهلي واثار كتير مع الكابتن شادي محمد اللي لابس تيشيرت اسود النهارده ومع الصندوق الاسود للنادي الاهلي.
بيتحركوا فيه. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين مع نجم مصر والنادي الأهلي كابتن شادي محمد. خلينا يعني انا عايز احيي بس بصراحه شادي، كابتن شادي انت فاجئتنا انك انت رغم المراره اللي انت فيها والاحتقان اللي انت فيه بجد يا احمد قال بحيي نادي الزمالك وقلت ان فريق قوي، فريق متكامل السنه دي. طبعا. فبحييك على اللفته انك انت حييت الفريق النهارده، فريق عمل ماتش حلو وجاب جونين حلوين، معروف يوسف ومصطفى فتحي خلصوا الماتش النهارده وبره مع فرقه كبيره. الاداء الفريق الكبير اللي بتكسب خارج ارضك ودي حاجه كويسه. الزمالك ما حدش يقدر يقول النهارده فنيا قدم مباراه كبيره جدا، عشان كده بقول له مبروك. تخيل بقى اعلامي بيطلع مثلا يجي يقول لك ويدخل تليفون يخلي واحد يقول لا انا الاهلي لو بيلعب مش هشجعه. طب تقول ايه بذمتكم؟ تقولوا ايه؟ عيب ولا مش عيب؟ ده حتى لو هو صح، حتى لو هو صح ما ينفعش قدام المشاهدين اللي انت ما في ناس بتحب ناديها زياده عن اللزوم فبتزود. لكن انا الحمد لله رب العالمين هقول كده بره الهوا وجوه الهوا، نادي الزمالك فريق كبير، فريق محترم بجماهيره. بقول لجماهير الزمالك ما تنسوش لما حصلت المحنه، عشان كان عندنا نفس الوجع بتاعنا وشفنا 72 ماتوا، كنا عارفين الوجع، كنا عارفين حجم الألم. اول حد حط الشاره السوداء في مصر قناه النادي الاهلي، برنامج كرة والجماهير ما تنسوش كان 3 ايام حداد، لان كنا عارفين حجم الألم. فحد يقعد ده توجههم ده بيحاول يغلط في الزمالك على راسي من فوق، بس ما احبش اللي حد برضو رمز عندك يهين ناديه ويهني ويهين اي حاجه، ده مستحيل. ايفونا يلا بقى خلينا نتكلم جد شويه بقى. ايفونا احكي لنا اللي حصل في ايفونا. هيثم راجع بيه، وشفت النهارده صوره هيثم على الانستجرام مع رئيس نادي الوداد اللي كانوا يعني طلع خالد الغندور امبارح وقال مش راضي يقابله. طيب اقول لكم على حاجه ما بتتقالش كتير بس لو فكرنا شويه لازم يبقى عندنا كلنا حكمه من الذكاء. اللي انا هكلمكم فيه مش هتلاقوا ناس كتير فكرت فيه. مش بيتقال احمد حسن مكي رايح نادي الزمالك، واتقال احمد صبري راح نادي الزمالك، واحمد الشيخ، واتقال كام لعيب راح نادي الزمالك. تمام، سمعتوا اللي فيه مشكله؟ لا. قصدك من النادي الاهلي؟ لا من اي نادي. سمعتوا اللي فيه مشكله واللعيبه راحت بسلام؟ بصوا المشاكل على مين. ايفونا رغبته النادي الاهلي، صالح جمعه رغبته النادي الاهلي، ده كاتب رغبه واضحه. السوليه رغبته النادي الاهلي، وغيره كل السوليه رغبته النادي الاهلي. انا بكلمك، انا بطلع اللي بقوله لك قولا واحدا. قلت جون انطوي في الاهلي، يعني في الاهلي. عمرو السوليه ايفونا من اسبوع الناس طلعت على الشاشه قالت ايفونا مش موجود في النادي الاهلي. انا طلعت بالحرف، ولو نقدر بسرعه نجيبها من على اليوتيوب. ايفونا اهلاوي، ايفونا مش هقول حاجه الا غير لما تكون 100%. فخليني اقول لحضرتك حاجه الجماهير تخص ايفونا. ايفونا دلوقتي بقى الكلام على ايه؟ اللي النادي الاهلي دفع فيه ارقام. احنا قابلين، عارف قابلين ليه؟ عشان لعيب راجل. حاولوا يتقعد معاه. الاهلي رغبتي واضحه، مش هقعد الاهلي لغايه لما قعد وقال لهم احترموا رغبتي اللي انا عايز النادي الاهلي. فالاهلي تمسك بيه، قال الولد ده لو وصل فلوسه ايه احنا مكملين في الصفقه معاه. الولد كل يوم ينزل كلام من غير ما حد يقول له هروح النادي الاهلي، مضيت رغبه للنادي الاهلي. أيوة. كل شويه ده كلامه، فانا اتخلى عنه واقول لهيثم تعالى؟ لا. وكمان خليني احيي المحترم هيثم عرابي على الاصرار والعزيمه، اللي انا بقى قاعد في تحديات صعبه شهر رمضان كله فطره بره بعيد عن عيلته وفيها اموال، وانتوا يعني روحوا بقى اللي انا عايز اقوله، وفيها صعوبات الصفقه عشان تخلص مش بالسهوله، ويبقى موجود. نبتدي بقى نروح لكلام ده الاهلي دفع فيه فلوس كتير قوي، احنا قابلين ان احنا ندفع فلوس كتير. رئيس نادي الزمالك عرض $200,000 ويقعد ايفونا في الوداد. الله اعلم. يا راجل انت صاير. ما تقول انا ليا في ناديه، ليا الناديه خلص الصفقه. طب ما تقول لجمهور ناديك من خلال شاشه CRT، اشرح لهم الكواليس اللي حصلت، الصراع اللي حصل، التدخلات اللي حصلت، الحسم حصل ازاي؟ خلينا في الحسم. الحسم حصل ازاي؟ الحسم 100% رقم 1 و2 و3 و10 اللي حضراتكم لازم تعرفوه، اللي الخطاب كان موجود فيه مراسلات اللي النادي وافق.
عشان كده من امتى؟ من الاسرار الموضوع، عشان انا ببقى قاعد قدام على الشاشه، فانت عشان معاك ورق ومعاك مستندات ما ينفعش فيه اسرار، طبعا. بتحافظ على ناديك. فلما طلعت قلت ايفونا اهلاوي مش من فراغ، طلعت ايفونا اهلاوي عشان في مستندات وورق. ففجاه في المفروض انت تختم الورق والكلام ده كله. اتقال لك هيثم عرابي ما قعدش مع رئيس النادي، الصوره اللي حضرتك بتتكلم عنها ده قاعد مع رئيس النادي في عربيته. في عربيته. فكل الكلام ده كان معانا من الاول، وكنا عارفين 100% يقينا. لكن انت احيانا ممكن تتكلم على لعيب ممكن ما يبقاش في النادي الاهلي، تحط سيناريو كان زي المدرب، بتحط خطه كده والناس تروح في الاتجاه ده. وارد احيانا بعمل كده، وارد، دي حقيقه. ايوه. لكن اللي ببقى مالي ايدي وعارف التفاصيل الموضوع ماشيه ازاي، طلعت قلت حضرتك من يوم الاربعاء اللي فات ايفونا اهلاوي. ليه؟ لان في رغبه من الولد وفي تمسك شديد من اللاعب، فبالتالي الاهلي يتمسك. اتفقوا على الفلوس والتفاصيل كل حاجه، وبعت رغبه من النادي، يعني النادي بعت الامضاء واللعيب وفي عقود اللعيب مضى عليها، وقفت على الخط. وقف بقى ليه؟ دي حاجه بقى انا ما صرحش على هيثم عرابي، لما يجي حضراتكم هاتوه على التليفون يشرح الكواليس. بس هيثم عرابي مهندس الصفقات الجديد بالنادي الاهلي، المحترم الخلوق المؤدب اللي عجبنا جسمه كده وبنحبه هو كده، هيستمر في الصفقات زي ما قدر يجيب برضو من قبلها، واقنع صالح جمعه من بدري. عشان كده في رغبه من اللاعب كبيره جدا، رغبه كبيره كبيره. فهموا معنى كلامي، فاهم؟ مستحيل يعني موضوع. السولية عنده نفس الرغبه؟ يعني مش اما النادي الاهلي يقول لحضراتكم، يعني فاهم؟ نفس الرغبه الكبيره؟ إيه؟ يعني عنده نفس الرغبه الكبيره. بص يا حضرتك افهم اللي انا بقوله. انا بصوا، كل الصفقات اللي الاهلي بيخلصها في رغبه من اللاعب اللي انا عايز اروح الاهلي، موضوع منتهي. فبدخل ليه؟ بعلي ما اوكي مفيش مشكله حقك، لكن بدخل ليه النادي الاهلي بقى؟ بص بقى، هو ده اللي انا بقوله. ده في حاجه تزعل اللي انا هقوله لحضرتك. لو انت قول لي ده غلط تقول. النادي الاهلي بيسال اللاعب، لو قلت لي حضرتك عايز تلعب عندي، فانت قلت لي لا، سلام عليكم. بسالك قبل اي حاجه، انت حابب تبقى موجود لابس تيشيرت النادي الاهلي مع جماهير النادي الاهلي؟ بتقول لي بقاتل معاك لان انت رغبتك الاهلي. لكن ازاي ابقى بتقول لي رغبتي معلنه الاهلي ومصمم ان انا ابقى موجود؟ دي تزعل حاجه اما اقول كده؟ دي فيها حاجه؟ طب لما بقول حاجه غلط قولوا لي، يمكن انا مش دي ما تزعلش. بس كل النجوم اللي جابهم نادي الزمالك السنه اللي فاتت، هل فيهم حد كان عايز يروح نادي الاهلي ونادي الزمالك مسك فيه قال لا مش هتروح؟ يعني معلش، الزمالك برضه بنى فرقه كويسه جدا السنه دي. اسالك سؤال، انا والله ما بقول كده عشان تعصب ولا حاجه. لا. بس لازم نفهم الاهلي مش ضعيف. ايمن حفني كان موقع للاهلي. اسمعني هقول لك بس تفاصيل. هو مؤمن زكريا فين؟ في الاهلي. جون انطوي فين؟ في الاهلي. ايفونا فين؟ في الاهلي. صالح جمعه فين؟ في الاهلي. وفي 3 كمان في الاهلي. مين بقى؟ مش هقول لك. ده غير مدافع وادي دجله؟ اقول لك على حاجه، في 4 كمان في الاهلي. غير مدافع وادي دجله؟ غير مدافع وادي دجله. احمد الشيخ واحد منهم؟ مش هقول لك. طب الاهلي هيودي مهاجمينه فين يا كابتن؟ الاهلي هيودي مهاجمينه فين؟ الاهلي عنده كام مهاجم دلوقتي مع احترامي؟ ربنا البحر بيحب الزياده، عايزين يعني الظروف اللي لازم نبقى منصفين، لازم نبقى منصفين عشان ندي للنادي الاهلي واجهزته الفنيه حقها. انا طبعا انا قلت لك بدافع في الحق، وجريده كان فيه بعض الاخطاء ومش عارف ايه، وهو الكيمياء ما كانتش موجوده بعض الوقت مع اللعيب. بس في نقطه، جريده اللي مشي ده اخد بطولتين، خدوا بالكم. بس واحده فيهم جابها له فتحي مبروك السنه اللي فاتت، سلموا بطوله وهو راح استلم الكاس ولا ما كانش موجود. انا ما اعرفش الناس حقها. جريده اللي مشي جاب بطولتين. رمضان صبحي اللي لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم 3 بطولات. طلعش بطاقه لسه، فاهم؟ اللي انا عايز اقوله للاعيبه مصر رساله واضحه من خلال برنامجكم، وتعلمتها من مانويل جوزيه. وانت قلت الصندوق الاسود، دي حقيقه. الصندوق الاسود اللي انت هتسمعه ده بقى كلام موزون، كلام عين العقل للعيبه. عايز يبقى عندك فلوس في البنك، عايز يبقى عندك رصيد وفلوس كتير، كله بيتمنى كده. روح النادي الاهلي، رصيدك البطولات. لما حضرتك وانت بتقدمني
بتقول الكابتن البطولات في النادي الاهلي مش شادي لوحده، زمايله اللي تعبوا وشقيوا معاه بجماهيرهم بادارتنا بكل بس تحسب لك بالعمال برضه. بالموظفين بالجهاز الطبي كل الناس. هو ده المنظومه داخل النادي الاهلي كده. فاللي عايز يبقى في رصيده معاه فلوس كتير قوي يلعب في الاهلي. ما تيجي تسالني اخدت كام افريقيا اقول لك 4. اخدت كام سوبر افريقيا اقول لك 4. لعبت عبد الناصر يابان الزهيري زملكاوي 3. بيقول لك انتوا خدتوا البطولات بالحكام. ها عبد الناصر الزهيري زملكاوي بيقول لك خدتوا البطولات وثالث عالم الحكام لما كان يبقى معاك مانشستر وبرشلونه وتروح لجو تاني خالص في اليابان. بطولة افريقيا. اسالك سؤال، موسم هديك مثل بموسم بالحكام ادونا موسم 2005 2006 النادي الاهلي نهى الدوري في شهر 1. ما عنديش رد غير كده. فرق النادي 32 الأهلي بونت. النادي الاهلي نهى الدوري شهر 1، اخذ ال5 بطولات بتاعه السنه. كان بسم الله الرحمن الرحيم بيبتدي المباراه 2-0. كان في ثقه عند جماهير النادي الاهلي طول الوقت. طيب موسم 2007 نفس الموضوع حضرتك. 2008 نفس الموضوع. في 9 سنين اكتساح للبطولات. في الاخر رحنا للحاجات الصغيره اللي بندور عليها. ده مانويل جوزيه اخد كل اللعيبه. ده مانويل جوزيه مهمل قطاع الناشئين. طب نرجع في 2015 النادي الاهلي بيعمل ايه؟ طلع ولاده قطاع الناشئين. يا جماعه صفقات، ولادنا مش هيقدروا يتحملوا المسؤوليه. البيضه ولا الفرخه؟ فعشان كده مجلس الاداره ما بيسمعش. اركز في شغلي. لان انت لو سبت ودانك لكل واحد هنمشي على الكيف مش هيبقى الاهلي، هتبقى هرج ومرج ومش هيبقى الشخصيه موجوده. عشان كده السكوت مهم. القوه في سكوتي دي قوه، صدقني في اللي انا لكن في مواقف محتاجه حزم، خصوصا مع الاتحاد والجانو. بمنتهى الصراحه انا بقولها اهو، محتاجه وقفه مع الاتحاد والجانو. لان الاهلي بصراحه لما هتقرص ودنهم مره الناس دي هتشتغل بما يرضي الله. صح، لا في حاجات غريبه زي ما قلت لك الموقف بتاع ده وموقف غيره وغيره وغيره. انت عايز الاتحاد والجانو يعملوا ايه يا كابتن شادي؟ انت عايز الاتحاد والجانو يعملوا ايه؟ عايز سياده وزير الشباب والرياضه لازم اتحرك بقى. كفايه بقى بصراحه. عايز اتحاد كوره، عايز اتحاد كوره قوي يطبق لوائحه على النادي الاهلي قبل اي حد. في اكتر من كده؟ لا. طبق لوائحك على النادي الاهلي. قول لكن تطلع في المداخلات بفرض عضلاتي على الاهلي وزي مش عايزك تقول كده. انا عايزك تفرض عضلاتك بلوائحك على كل الانديه. ايوه عشان تبقى في الدنيا مستقيمه كده. لكن انا النهارده شادي رئيس نادي نادي صغير مثلا واروح ما تبعتليش الحكم فلان الفلاني. لو انا رئيس نادي عمال بقول لك ايه، اوقف لي فلوس اللعيبه دي انا مش عايزها في لشؤون اللاعبين. السنه الجايه هجيب فلان الفلاني في لجنه المسابقات. ما يا ينفعش. جماعه ما هو ده اللي انا بقوله، ده اللي انا بقوله عشان مصلحه الرياضه مش عشان مصلحه الاهلي. خلينا في اخر البرنامج يا كابتن طبعا. شادي عشان كابتن سيد عايزين انفراد لبرنامج مباشر مصر، صفحه كده ولا حاجه. عايز انفراد؟ بس ما تقوليش مين. مش هنقول. صفقه من العيار الثقيل، جماهير النادي الاهلي بتتمناها وبتتكلم عنها كتير، وهيبقى اضافه قويه جدا جدا للنادي الاهلي. هيبقى موجود قريب جدا زيه زي ايفونا، لان رغبته النادي الاهلي ومش هينفع يلعب غير في النادي الاهلي. ما تقوليش المركز، ما تقوليش اسمه، طب المركز ما تقوليش بس اي حاجه. المركز. انا خط لما الوسط. بقول حاجه انا مسؤول منها. خط الوسط كبير صح؟ خط الوسط احتمال يبقى فيه لاعب افريقي ثالث او لا، احتمال. احتمال يبقى في انا لاعب افريقي بتكلم ثالث ولا باللي انا بتمناه. انتوا احتمال. هتجيبوا لنا ميسي ولا ايه؟ ايه؟ هتجيبوا لنا ميسي؟ جماهير النادي الاهلي تطلب وتؤمر وهيبقى موجود كله هي تتمناه. المفاتيح مع هيثم والعقود كلها في درج هيثم. مش في درج وعايز اقول لك انت بتضرب من تحت في الحزام برضه. لا ولا تحت حزام ولا فوق حزام. انا بكلمك انا ما اقصدش لا العقود تقصد. معانا. انا ما اقصدش والله. هي جت حكايه الدرج دي. انا قلت لك انا بكلمك بتفكير. لو هي مفهومه غلط انا بعتذر عنها. المفاتيح مع هيثم كده كويس. عقد ايفونا مع مين؟ مع هيثم. مع هيثم. هيثم جايب مين؟ ايفون. وايفون جاي مع هيثم وهيثم جاي مع ايفون. كابتن شادي واحنا بنختم في نجم كبير جدا جدا امتع
كل المصريين وامتع نادي الاهلي، وهو دخل في ازمه في الفتره الاخيره، وهو كابتن مصر والنجم الكبير محمد ابو تريكه. هل انت متواصل مع كابتن ابو تريكه؟ هل بتكلمه؟ اخر مره كلمته امتى وقلت له ايه وقال لك ايه؟ يعني هو ابو تريكه بطبيعته منطوي شويه عن الناس، بس في بدايه رمضان يعني قلنا لبعض كل سنه وانتم طيبين، واتقابلنا مره. كنت مره قلت في برنامج كرة والجماهير الاهلي مش بيمر بامور صعبه، لان في ثقه عند الجماهير، عندهم ثقه. ايه المشكله دوري روح ده؟ انتوا فرحتونا كتير قوي والله العظيم. فبتلعب دور معنوي احيانا للجماهير لو في احتقان شويه. فقلت يلا بينا بكره مجلس اداره يفتح الابواب للجماهير، يلا ولاد النادي الاهلي هيبان، روح ساند، روح قول انا معاك، قول للعيبه شد حيلك وامشي. فلقيت نجوم كتير منهم الكابتن وليد صلاح الدين. انا سمعتك في التلفزيون، انا موجود اهو، موقف مشرف. لقيت الكابتن هشام حنفي، لقيت نجوم كتير مش عايز انسى حد. بركات وابو تريكه وابو تريكه موجود، ودردشنا شويه صغير. ما دام بتتكلم على ابو تريكه ابو تريكه اللي انا بقوله ده على مسؤوليتي. ابو تريكه في الرياضه قيمه، رمز محترم. ما قبلش اللي حد يقول عليه ارهابي، ما قبلش اللي حد يقول عليه اي كلمه. اتكلم بموضوعيه في كل حاجه. ممكن هو اخطا شويه اللي كان فيه تصريحات ده حق، وانا ابو تريكه هو يتحدث عن نفسه في الموضوع ده. لكن في حاجتين بالنسبه لي غير مقبوله بالمره، لان الراجل ده انا اكلت معاه عيش وملح، ونفسي ومنيت حياتي ابني فارس يطلع في ربع اخلاق ابو تريكه. ابني فارس يطلع في ربع اخلاق، ربعه بس. ما عرضش عليك الانضمام لجماعه الاخوان المسلمين؟ ماليش دعوه. عرض عليك ولا ما عرضش؟ مفيش الكلام ده، ابو تريكه عمره ما يعرض على حد. طب قول بص يا فندم، انا بساله. لا بص، انا بساله سؤال في الشارع. لا بص لا سيبك من الكلام اللي بيتقال ده. اسمع بس اللي بقوله لك. اللي انا بقوله لك ده ثق في كلامي، ثق في اللي انا بقوله لك. كل كلمه انا بعني بيها كلام اتقال. كل واحد بيهاجم ابو تريكه، كل واحد بيهاجمه. مشيه في الشارع وخد ولاده، اول واحد هيجري عليه يتصور مع ابو تريكه اللي بيهاجمه ده. ولو تليفون ابو تريكه ده موجود واقدر امسكه، او تليفونات ناس تانية كتير، هتلاقي ابو تريكه بيتصور مع ولاده. ثق في اللي انا بقوله لك. وقريب قوي كان حد بيهاجمه، وكان في احد الاماكن في الشيخ زايد بيهاجمه هجوم شرس، طلع يجري وراه هو وابو تريكه. لما شافه كان معاه ولاده وتروح تصور معاه. مليون وش ومليون كلام اللي بتشوفه دي رقم واحد. رقم اتنين، كانت قال مشكله ابو تريكه واللي فيه مشكله وحاجز على الاموال. انا ما اقبلش كلاعب زميل ليا واعرف اخلاقه كويس قوي، لما يثبت حاجه لا هبقى القانون يطبق عليه، لان مش على راسه ريشه. هو عشره عمري واخويا وحبيبي، لا يطبق عليه القانون. لكن طول ما هو ما عليهوش حاجه، مش عايز اسمع حد يقول لك ده ارهابي، ده مش عارف مول ايه، ده مش عارف عمل ايه. لا، شغل اللي احنا السلطه اللي احنا فيها نقعد نوزع على بعض التهم، انت فاسد، انت سرقت، انت لا. لو انت هتعمل كده بدخل المجتمع كله السجن وطلع لي واحد نضيف في البلد دي. لا، مش هينفع كده. مش هينفع اللي نقعد نوزع تهم على بعض. مش هينفع اللي انت تقعد تقول لي انت فاسد، انت اخوان، انت ما ينفعش تعيش في مصر. لا، في اسره، في بيت، في ابنه بيروح مدرسه، في ابنه بيروح تمرين، في زوجه عايزينهم يعيشوا حياه سويه. طب مش عايزينهم نفسيا. ليه ما بيعزيش في شهداء الجيش؟ يعني ليه بيطلع؟ يا حبيبي مين قال لك كده؟ هو انت قاعد معاه ليل ونهار؟ انا بتكلم على يعني حساباته الشخصيه. ليه ما بيطلعش طالما يعني الموضوع بالنسبه له زي ما انت بتقول كده مش بص انت بتتكلم مش ممول او بص كده. افهمك. انا اكلمك بصراحه يعني. ما انا بسالك سؤال. احنا بنتكلم على قضيه. القضيه دي مش في التحقيقات. ده ابو تريكه ده في واحد طلع قال لك في عيد ميلاده مش هقول لابو تريكه كل سنه وانت، هو ابو تريكه مستنيك انت تقول له كل سنه وانت طيب. يعني ده في ملايين من الاهلاويه. الراجل ملايين من المصريين. يعني ممكن اسالك سؤال؟ هو ابو تريكه ده لما الشعب المصري في عز الناس كانت الدنيا صعبه عليهم قبل الثوره، ايه الحاجه الوحيده اللي كانت بتفرح الشعب المصري؟ كرة القدم. تروح كل شوارع مصر كانت الملايين بتنزل عامله زي من اسكندريه لاسوان. مش ابو تريكه ده كان سبب من ضمن زملائه، وخصوصا اللي هو كان ربنا بيوفقه وبيجيب الاهداف المؤثره؟ صح ولا ايه؟ حقيقي. هو احنا نفضل عايشين بازدواجيه ليه؟ ساعتها كنا كلنا بنقول ايه؟ لا ده نجم، ده موهبه، ده ربنا الراجل ده مش عارف ايه، وقدنا نديله القاب كتير جدا.
مع النادي الاهلي كذلك، حقق بطولات، عاشق للجماهير، الجماهير بتحبه. مهما قعدتوا تحاولوا تخلوا الناس تكرهه، ربنا بخلي الجماهير تحبه، بخلي هي الجماهير انت بتحبه. بتخاطب مين لو قعدتوا تحاولوا؟ بخاطب اعلام بيهاجموا ويقول عليه، انا بس خايف على بس نقطه. مش كل الاعلام بيهاجموا انا يا مش كابتن بخاطب شادي. لا مش كل كل الاعلام، بس الإعلام. انا الكلمه الاخيره اللي مهمه جدا والله اللي انا بقوله ده، عشان وانت بس بتغلط غلطه وحد بيهاجمك وبيشتمك بتبقى متاثر. تخيل اعلام بيقعد يناقش مش عارف ايه، حجزوا على امواله، ده باع عربيته على مش عارف عشان ايه، ده هيدخل مش عارف ايه، ده معهوش فلوس، ايه الكلام الفارغ ده؟ يا جماعه في حاجه واحده ناخد بالنا منها، احنا ما بقاش عندنا تسامح ليه؟ ما بقناش بنخاف على بعض ليه؟ ما بنحسش ببعض ليه؟ عنده اسره، عنده ولاد محترمين وجمال ربنا يبارك له فيهم يا رب، ما نحافظش عليهم ليه؟ على اللي هو بيروح مدرسته ممكن حد يقول له حاجه من طفل صغير مش عارف يقول ايه، زوجته نفسيا بيتعاملوا ازاي مع بعض، بيخرجوا مع بعض رايحين ياكلوا في مكان. ليه القسوه بقينا كده مع بعض؟ في انا اسف في اللفظ، بقينا اغبياء قوي ليه كده؟ بقينا مفيش تسامح ليه؟ في كل المواضيع كده يا ناقشها اموت اللي انا بناقشه واكسر في عظمه، يا اما ما يبقاش في تسامح. خلينا نشكرك كابتن شادي، انت يعني نورتنا النهارده. نسيت تقول لنا بس احمد فتحي ورامي ربيعه راجعين ولا لا؟ ما انت مش عايز تخلص ما انا بقول لك راجعين ولا لا بس او لا. ايه؟ احمد فتحي ورامي ربيعه. هقول لك واحد يبقى فتحي. تكه صغير، فضل تكه صغير. تك العقد موجود والرغبه اهم حاجه، وابن من ولاد النادي ده روح. او انا بقول على احمد فتحي دايما، لما تشوف احمد وهو بيلعب احيانا كان بيلعب مصاب عنده الخلفيه، بكلمكم بجد حصل كتير، مش هو وغيره من زمايله الرجاله، لان اللي بيلبس تيشيرت النادي الاهلي في حاجه اسمها روح الفانيلا الحمراء، تبقى قاعد بتتفرج كده، لا يا عم ده قبل ما يطلعوا الاتوبيس انا هقعد اتفرج بيجيبوا الجون في الاخر، مش الجيل ده بس كل الاجيال. فانا بقول على احمد فتحي قلب الاسد، روح الفانيلا الحمراء، هو وزمايله اكيد لان بنلعب لعبه جماعيه، بس احمد فتحي الطاقه. احيانا تبقى يوم انت حاسس انت مقصر، لما تشوف احمد فتحي بقوته ورجولته وجدعنته بيجري بيقاتل جنبك بيخليك تبقى زيه. فعشان كده تكه بسيطه احمد فتحي، انا قلت لك كلمه في الاول، كل صفقه النادي الاهلي الرغبه موجوده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مجلس اداره النادي الاهلي قادر اللاعب ده يبقى موجود داخل النادي الاهلي بلجانه. خلينا احيي في نهايه الحلقه اكيد لجنه كوره بالنادي الاهلي المحترمه بتشتغل شغل محترم، ما هو كده الشغل في النادي الاهلي مؤسسي. بعد كده بتطلع تعليماتها لكابتن علاء عبد الصادق وكابتن وائل جمعه، وبعدها هيثم عرابي الراجل اللي بيتحرك في التحركات الخارجيه. هو ده السيستم، هو ده الاداره، هو ده النظام. عشان كده في نهايه الحلقه بكرر تاني، جماهير النادي الاهلي صفقه من العيار الثقيل قريب جدا، رغبه اللاعب هتحسم كل حاجه، ورغبه واللاعب ده انتوا بتتمنوه يبقى موجود داخل النادي. عمرو السوليه يا جماعه متشكرين. لا مش هقول متشكرين يا كابتن شادي، نورتنا وشرفت برنامج مصر مباشر، وسعداء بيك، ودايما ان شاء الله نبقى على لقاء متجدد باذن الله. اعزائي المشاهدين بنشكركم النهارده. لو يعني الحمد لله لو في خير وصح يبقى من الله سبحانه وتعالى، لو في اي حاجه غلط من احمد اسماعيل الحريري المخرج بتاع البرنامج. مش انت خالص. شكرا. مش انت. شكرا استاذ. بس شكرا ليكم، شكرا كابتن مصر والنادي الاهلي شادي محمد، شكرا للصندوق الاسود، شكرا لصندوق البطولات 27 بطوله. كابتن شادي اتكلم وقال ان هو مش هيسامح حد غلط في حقه، قال ان القانون هو الفيصل مع كابتن ابو تريكه، لكن هو مش هيرجع للقانون في مشكلته مع اي حد، هو متمسك بمبادئ النادي الاهلي، متمسك بتقاليد النادي الاهلي اللي اتعلمها خلال 12 سنه قضاها داخل القلعه الحمراء. بعد الفاصل وبعد برنامجنا انتظروا الرائع سيد عبد الحفيظ وتحليل لماتشات مهمه جدا وبعدين كلام في الكوره بقى معانا بعد وداخل دخله جامده، خلي بالكم يا جماعه، داخل دخله جامده. لو هيقول مين هبط او مين هيهبط، احنا دلوقتي منتظرين الفريق الخامس اللي هيهبط في الدوري، هيخش دخله جامده، دخله جامده في خالد غندور. بس تقولش حد ما حدش يروح في اي حته بقى، استنوا سيد عبد الحفيظ.